السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أبدي إعجابي وسعادتي بالتعليقات اللي جات لي على الواتس. بصراحة ربنا يبارك لكم، إن تعليقات جميلة جدا شجعتني وأبهرتني بصراحة. ربنا يخليكم ليا يا رب، انتوا بجد يعني سندي وبتشجعوني ان انا اقدم لكم فيديوهات كتير. حمستوني بصراحة وشجعتوني، ربنا يبارك لكم. دي اول حاجه. تاني حاجه حبيت اقدم لكم حاجه جديده. جبت لكم السبوره هنا في البيت علشان بس ما يبقاش جو المعرض مدي على جو فصول، ويعني تبقى القعده كده والبساط احمدي، والمكان نفرش بقى فيه الجكار براحتنا ونصور. طبعا النهارده هتقولوا لي بعمل ايه. كل اللي حابه الخياطه او نفسها تتعلم كفرات تعمل في بيتها او تعمل مشروع، وحابه تعرف المقاسات والقص والشرح، وبالنسبه للتفصيل ان شاء الله النهارده هيبقى شرح مقاسات الانتريه ستاندر. الانتريه ستاندر ده يا جماعه مش زي الانتريه بتاعي. الانتريه بتاعي ده اسمه باجير عالي. الانتريه ستاندر الكنب بتاعه هيبقى زي كده. دي الكنبه الوسط، الكنبه الكبيره شلتها، وفي الكراسي بتبقى بنفس الشكل او ببيضاويه كده من فوق، يعني بومبين من فوق. ده اللي انا هشرحه النهارده مقاساته. طبعا في اشكال كتير وانواع من الخامات، فان شاء الله هناخدها كلها كده واحده واحده، بس نتوكل على الله. مش عايزه حد يزهق، مش عايزه حد يستعجل، وعايزه الكل ان شاء الله يبقى بروفيشنال. نجاحكم هو نجاحي، وبصراحه انا بفرح لكم جدا زي ما انتم بتسعدوني وبتفرحوني. هقول لكم نظري المقاسات وهنقص مع بعض الجاكور. الكنبه الجامبو، الكنبه الكبيره، في كنب جامبو كبير قوي بيبقى مثلا مقاسات الجسم بتاعه 180 ل 90 وممكن يوصل لمترين. هتدي للجسم مترين. الكنب دوت بياخد متر للاتنين يد، متر للاتنين يد، وهشرح لكم ان شاء الله اليد بتتقص ازاي. في كنب وسط بيبقى متر ونص الجسم بتاعه. عايزين تعرفوا بقيس ازاي؟ اتفضلوا معايا علشان خاطر تعرفوا انا بقيس ازاي. لما اقول لواحده على الواتس شوفي جسم الكنبه، ما تاخدليش الكنبه من اول الدراع هنا لحد الدراع هنا، لا، خدي لي جسم الكنبه. الحته دي مالكيش دعوه بيها، انا بديها متر للدراع. الكنبه دي كنبتي انا دي مقاسها 114 ومدياها متر وربع، مدياها متر وربع. دي انا عامله لها شلته منفصله. انا بس حابه افرجكم على الانتريهات. اما تجيلك عميله هتشوفي الاول انا ليه اديتها متر وربع. المفروض الجاكار بيمط، فانت المفروض تديها 114. لا، انا مش هديها 114. ليه؟ لاني انا بعمل الكفر كبير شويه اهو اهو. ده الجسم ودي الدراعات. الدراعات بتبقى لوحدها، طبعا مش باين الجسم من الدراعات عشان ما شاء الله الفينش مظبوط. الفينش مظبوط والدراعات مظبوطه اهي. التوصيله اهي، دي التوصيله، ده الدراع وده الجسم، تمام. فانت هتقولي للعميله عايزه شلت منفصله ولا عايزه الكفر كله على بعضه. كل واحد وامكانياته وذوقه، تمام. وبرده انت مع الممارسه ومع الخبره بتقدري تقترحي على الزبون الحاجه المناسبه والافضل ليه. يعني انت مش بتفصلي بس، انت بتدي رؤيتك للزبون، تمام. فاحنا هنا كده الكنبه دي 114 انا مديها متر وربع. طب تعالوا بينا نرجع للسبوره تاني. عندكم الكنبه الوسط قلنا متر ونص، تبقى اكبر من دي شويه، بيبقى مقاسها 120 ماشي. وفي الكنبه الصغيره زي بتاعتي دي خدت متر وربع، ومتر الا ربع لليدين ماشي. دول بياخدوا متر الا ربع، اللي هم ال 80 سم اللي كنا قايلينهم في المقاسات. الفيديو بتاع المقاسات بياخدوا 80 سم. هقول لكم تقصوهم ازاي. طيب والكرسي متر ونص. الجسم بتاع الكرسي ده، بس مش ده بتاع الكنبه الستاندر والانتريه الستاندر اللي بيبقى واطي. الجسم هياخد من 75 سم ل 70 سم، والدراعات بتاخد ال 80 سم. يعني المتر ونص بتقسميهم انت حسب رؤيتك. لو الدراع رفيع هتدي للدراعين 70 سم والجسم 80 سم. لو الجسم يعني الدراع تخين بتعكسي. وهشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، تمام. هنيجي بقى التوب الجاكار اللي انا مطلعاه ده 12 دور. بصوا بقى الجاكار انا شخصيا بقصه عادي وانا واقفه او بقصه على ترابيزه، تمام. بس في بنات كتير جدا بتحب تقص في الارض.
فاحنا نجرب نقصه في الارض كده عشان نخليه مريح. تمام. ده عرض القماش، ده ظهره وده وشه. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نقص انتريه ستاندر، ونعرف الاجمالي بتاع الجاكار كام واجمالي الكرانيش كام. بس كده عايزين قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنسونيش بقى زي ما على طول بتدعموني بتشجعوني في اللايك. اهم حاجة تشوفي بداية القماش وارب ولا مش وارب. بس ده مظبوط. هنروح عاملين كده اهو. تمام. تظبطي كده اهو. تمام. تظبطي دي على دي. البنات اللي بيجولي عارفين ان انا بقص على المكتب تحت او بقصه على ايدي، انا ما بقصوش في الارض. بس في بنات كتير جدا قالوا لي عايزين نقصه في الارض. بصوا انا ليه بظبطه؟ علشان الوربه دي لو انت بداتي كده اهو هتبصي تلاقيه رحل معاكي وايه ورب منك، الجسم بتاع الكنبه ورب منك. فانت بتظبطي قماشك الاول البرسل على البرسل كده. تمام. وتشيلي الزيادات. وبعد كده تاخدي كراسه انت عامله فيها مقاساتك، كاتبه مقاساتك في كراستك. شيلي بس الزياده. تمام. وبعد كده تبدأي القماشة مريحة والوردة بارزة مفيش اي مشاكل. ماشي. عشان خاطر متابعينا. دي جسم كنبه متر ونص. تمام. الكنبه بتاعتي هنا متر ونص. هنقص كنبه متر وربع. ماشي. اهم حاجه تحطي البرسل على البرسل عشان هو بيمط جامد جدا ما شاء الله، يعني تحفه. وايه هيتعبك شويه في القص، بس هو خامته جميله جدا جدا كل الناس دلوقتي حباه. تمام. الفيديو انا عارفه ان هو ممكن يطلع طويل، مش عايزه حد يزهق. بصوا يا حبايبي الكنبه التانيه متر وربع. ادي المازوره. يعني انا باجي عند المتر وربع اروح ايه محدده لنفسي مثلا انا ماشيه على النقطه دي، يعني 129 سم. ماشي. ما تقوليش عشان الكنبه صغيره فانا اعمل المقاس ايه صغير. خلينا بس ننجز في القص. ممكن نعمل الفيديو بتاع التقفيل لوحده عشان اهم حاجه الفيديو القص بتاع اليد. كده كمان رخمه. دي الكنبه متر وربع الوسط. تمام. يبقى احنا كده قصينا الكنبه الكبيره متر ونص والكنبه الوسط متر وربع. دي زبايني يعني هي اللي مدياني المقاس ده. انت هتشوفي زبونتك ممكن في كنب سرير بيبقى مترين، فاهماني؟ في كنب بيبقى جامبو. ادي الطوبه اهو. وانت ايه بمناسبه القماش والبيع والشراء، لو انت عايزه تفتحي مشروع وتجيبي طوب واحد على قدك دي مصلحه ليكي، فاهماني؟ احسن ليكي. هنقص الكرسي دلوقتي. الكرسي هنا هنقصه بتاع العميله عندي على 72 سنتي اهو، ولسه هنعمل اليدين او 75. نبحبح ايه شويه 3 سنتي يعني مش حاجه.
اهو بتمشي. انت هتقولي بقص كده ازاي؟ انا بمشي على النقطه، بمشي على النقط دي اهي. بصوا بصوا البرسل على البرسل، والمقاس مظبوط اهو. تمام. طيب عايزه تقصي الكرسي التاني، ممكن تحطي الكرسي على ده على ده. يا رب الصوت بتاعي يكون واضح اهو. هتحطي ده لو انت لسه مبتدئه. تمام اهو. لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا يبقى انت فعلا مهتميه تتعلمي ازاي تعملي مشروع مربح اهو. طيب انا كده قصيت الجسم، فاضل اليدات. الانتريه ده كل يد فيه ادي كده الجسم. تمام. بصوا يا حبايبي، عشان انا برضو مش حابه اطول عليكم، الانتريه ده كل يد فيه يعني ده كده اليدين بتوع كرسي ماشي. الانتريه اللي هنزل لكم صورته كل اتنين هياخدوا 75 سم. يبقى احنا كده عايزين متر ونص للكرسيين ومتر ونص للكنبتين، يعني 3 متر. هقص اليدات بس التفصيله بتاعت اليد ذات نفسها هنقصها مع بعض. خليكي معايا ما تروحيش في حته. بصوا يا بنات، احنا قصينا يد اهي بتاع الكرسي، وادي اليد الثانيه اهي ماشي. عادي جدا 75 سم 60 سم او 80 سم. ارجعوا لفيديو المقاسات، ودوت هيبقى بناء على شكل الانتريه اللي هينزل لكم من عند العميل. تمام. انا كده قصيت كرسي 2 وادي الكنبه. انا بقيس عليها، بحب ايه اقيس كل قطعه على الثانيه عشان تبقى قدها بالظبط اهي. تمام. هنقص لاخر حاجه. اهو كل قطعه لوحدها، دي قطعه 2 3 ودي رابع قطعه. بس وانتي بتقصي بصي بصي لازم البرسل يبقى على البرسل عشان هو بيمط جامد اهو. هتظبطي كده اهو، هنا تظبطي حاجتك ودنيتك. الزياده دي بتظبطيها. خلاص احنا مش محتاجين ده. اخر حاجه مهمه في الفيديو دوت، ادي البرسل على البرسل لازم نخلي وش القماش، يعني ده كده الظهر على الظهر، هنخلي الظهر على الظهر علشان لما نعمل القصه بتاعت الايد، القصه بتاعت الايد اللي هي بتبقى حرف التي تبقى مظبوطه. هتعملي ايه؟ الحته دي مهمه هشرحها لكم دلوقتي وهعيدها في فيديو تاني عشان لو حد جرى الفيديو او مثلا خرج من قبل ما يوصل لهنا يبقى يشوفها تاني. هتتني اليد كده اهو ماشي. ادي البرسل على البرسل، هتتني اليد كده اهو تعمليها مستطيل، هتعملي اليد مستطيل. هناخد من الحته المقفوله دي 5 في 5، 5 سم في 5 سم. تمام. الحته دي هتديكي اريحيه للايه لليد وشكلها تبقى حلو. عملتي كده اهو، ادي المفتوحه اهي وادي ال5 في 5. هتيجي هنا اهو الحته دي مفتوحه اهي، دي مفتوحه ودي مفتوحه. تمام. هتطلعي دي كده اهو. بصي قد ايه، دي 40 سم. انت هتيجي هنا لحد ال 30 سم، 30 سم من فوق و30 سم ايه من تحت. الحته دي مهمه جدا جدا جدا، وممكن اعيدها لكم تاني في الركنه. هتمشي كده اهو. تمام. 30 فوق و30 تحت.
من عند الحته المفتوحه. طبعا يعني اعذروني بقى، انا ما بقصش خالص على الارض بصراحه، فيعني يا رب الدنيا تبقى واضحه. اهي قصتي 30 فوق و30 تحت، بقى شكل اليد اهو. ده بقى شكل اليد، شكل اليد اهي. تمام، دي يد يمين ويد شمال، وقصتي الاتنين يد على بعض اهو. هعرفكم المره الجايه ازاي بنقفل اليد وازاي بنركبها في الجسم. معلش هطول عليكم، بس حاجه بسيطه جدا. اخر حاجه، دي الكراسي دي مثلا الكنبه الوسط، هنشوفها مع بعض بس علشان تفهموا الفكره ماشيه ازاي. ادي الكنبه، تمام، وادي اليد اليمين واليد الشمال اهي. بصوا بقى، احنا كده خلصنا المقاسات، شفناها على السبوره وقفلنا مع بعض القص. قصينا الكنبه الكبيره 1.5 متر، الكنبه الصغيره 1.25 متر، الكرسي انا قصيته على 75 سم. اليد بتاعه العميله دي عشان رفيعه شويه قصيتها على 70. تمام، اهي القصه دي مع تقفيل الجسم ان شاء الله هينزل الفيديو الجاي. اتمنى يكون الفيديو مفيد ويكون هادف. طبعا عايزه شير في الخير، والدال على الخير كفاعله. ما تنسينيش في احلى لايك وشير، ولو انت مشتركه اتاكدي انك انت مفعله زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد، ويوصلك اشعار بالفيديو بتاع التقفيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.